محمد بتقولي القش دايما مبلول تحت الزغاليل، اعالجه ازاي؟ اولا اسباب البلل ليه 3 اسباب، ركزي معايا فيهم. اول حاجه بتجوعي الحمام فبيشرب ميه كتير فبيعمل اسهال. وبرده يا اما ما بتجوحوش بس بتاكليه علف او عيش مع الكلفه فبيعمل له اسهال. ده اول سبب. تاني سبب ان لو انت حطاه في طاجن، الطاجن صغير فما بيعمل فضلات بيجي تحتيهم ما بيخرجش بره. لانه حصل معايا، كنت حاطه 3 زغاليل دولت فلقيت التحديق عندي اتملى ميه نتيجة ان الفضلات، فابتديت ان انا اول باول اغير. ايه 3 سبب؟ وده مهم جدا، ان الحمام يكون الحمام الكبير مصاب بقى ببكتيريا، بفطريات، بطفيليات، فبينقلها للزغاليل، فالزغاليل مش مستحمله وعماله تسهل. هتعالجي ايه؟ عندك فلاجيل او امريزول، الاتنين دول هتدي للاهالي 2 سنتي، يعني من سنتي ل 2 سنتي، ما تقلقيش، مرتين في اليوم، مره الصبح ومره اخر اليوم قبل ما تكلفي. هم هيزقوا الزغاليل. طب لو الزغاليل اقل من 7 ايام ما بنديهاش حاجه، بعد ال7 ايام بندي نص سنتي في الفم مباشر بسرنجه كده للزغاليل، وان شاء الله خير. وحاولي ان انت تنضفي اول باول او تغيري الفرشه، لان الفرشه دي ممكن تعمل مشاكل برضو وتؤدي بعد الشر لموت الزغاليل عندك. وطبعا تنضفي المكان وتعقمي.